السلام عليكم، مرحبا بكم في شهيوة من شهيوات هندوشة، سلسلة رمضانية إن شاء الله. غادي نحضروا اليوم سيجار رائع جدا بعجينة أكثر من رائعة اللي كنت حضرتها معكم في الفيديو السابق. فالمقادير بسيطة جدا، غادي نعاود نذكركم فقط الفيديو غيظهر لكم على الشاشة ونذكركم بالمقادير. فهنا كنا احتاجينا 4 أكواب من الدقيق الأبيض فارينة، وأيضا كوب من الفينو اللي هو الدقيق الناعم. ممكن الاستغناء على هذا الدقيق الناعم وتستعملوا فقط الدقيق الأبيض 4 أكواب، وكتبقاو تاني كمية حسب الرغبة. بغيتو تحضروا كمية قليلة فتحتاجوا كوبين، يعني زلافة أي وعاء. كنضيفوا لهم ملعقة صغيرة من الملح، القليل من خميرة الخبز تقريبا نصف ملعقة كبيرة من خميرة الحلويات البيكين باودر، وملعقتين كبيرتين من الزيت. حتى ولو درتو نصف الكمية فيبقاو نفس هاد المكونات هادو اللي ذكرتهم لكم، والماء بارد للعجن. كنعجنوا العجينه ديالنا كيف شفتوا معايا الا نتوما متذكرين، وكنخليوها ترتاح واحد مده 10 دقائق. هاد العجينه ما كتخمرش، ما تحتاجش انها تخمر لكم وما خاصش تخمر لكم. كنخليوها ترتاح، ومن بعد كيف شفتوا معايا رجعنا ليها باش كتساعدنا اننا ندلكوها. كندلكوها واحد 5 دقائق فقط، كنديو فيها وكنجيبو يعني واحد الدلك غادي يكون خفيف بسيط، وكنخليوها ترتاح ونمشيو نوجدو الحشوه ديالنا اللي حشوه بسيطه اقتصاديه سريعه وصحيه. فاولا كيف دائما كنبداو بصله صغيره، كيف ما كانت النوع ديال البصل ماشي ضروري هذا النوع هذا، وكنخليوها حتى كتنزل لينا. كنضيفوا لها الجزر المبشور، كتبقى دائما الكميه هنا على حسب شحال بغيتو. انا تقريبا عندي جزرتين مبشورتين. كنضيفوا ايضا الفلافل، اي انواع عندكم، ممكن نوع واحد. فانا مستعمله هنايا الاصفر والاحمر، نتوما عارفين دائما كنجمدهم. كيفاش طريقه؟ فقط كتغسلوهم وكتقطعوهم وكتجمدوهم على شكل طولي او مربعات. وهنا مستعمله الاصفر والاحمر. وكنضيفوا ايضا القرعه الخضراء اللي هي الكوسه، حبه كبيره او متوسطه مبشوره. الكل هاد الخضر كنوضعوهم مع بعض ونضيف لهم التوابل التاليه. فبالنسبه للتوابل عندي هنا البابريكا اللي هو الفلفل الاحمر، عندي ايضا الكمون القليل من بودره الثوم، ممكن تعويضها بفص من ثوم. عندي ايضا القليل من الكزبر مطحون، يعني حبوب الكزبره، ايضا الزنجبيل. ايضا عندي هنايا هاد التوابل هذه اللي كتعطي فقط حموضه، ممكن الاستغناء عنها. عندي الضامه ديال البنه، ولكن غير باش تعطي هنا اللون، ممكن الاستغناء عنها. ايضا الفلفل الحار، وعندي الاعشاب منسمه اي نوع عندكم، القليل جدا. كنحركوا الكل جيدا. من بعد غادي نضيف ايضا صلصه الصوجا، ملعقه كبيره او صغيره. ما كنساوش من الملح بطبيعه الحال. جيدا هاد المكونات هادو البنات، ما تنساوش الملح. فغادي نكتب لكم المكونات كلها لتحت صندوق الوصف، يعني حتى الحشوه غادي نكتبها لكم باش كتجيكم سهله. هكا ملي تبغيو تحضروا الحشوه تجيكم سهله، تعقلوا على شنو حضرت. كنضيف زيت زيتون. شنو بغيت نقول لكم؟ بالنسبه للطهي فالنار كتكون عاليه دائما كيف عودتكم. في الاول ممكن تغطيو شويه لا الخضر، كتغطيو عليهم واحد 5 دقائق، ومن بعد كتحلوا عليهم باش هذاك الماء كله يتبخر. ضروري ما يبقاش الماء نهائيا. هنايا ضفت صلصه الصوجا، كيف شفتوا معايا الماء ما بقاش بزاف، يعني ضروري انكم تبقاو تحركوا من حين لاخر حتى هذا الماء كله يتبخر. وفي جانبا كنوضعوا كميه من الماء مغلي، كنضيفوا لها الشعريه العاديه ديال الحليب. فكنضيفوا كميه 3 ملاعق كبيره هكذا، وكنخليوها كطيب. هي كطيب بسرعه، نتوما عارفين 3 دقائق 4 دقائق كتكون جاهزه. ممكن نضيفوا لها قليل من الزبده او الزيت، وكنحركوها وكنضيفوها على الحشوه. ملي كنضيفوا على الحشوه كنطفيو على النار، يعني كتكون الحشوه ديالنا جاهزه. كنحركو جيدا، وكنضيفوا علبه من التونه اللي كتكون بزيت او بدون زيت حسب الرغبه وحسب المتوفر. كنضيفوا علبه من التونه، كنحركو جيدا وكنخليو الحشوه ديالنا تبرد جانبا. كنضيفوا ايضا الزيتون الاسود، ممكن زيتون اخضر حسب الرغبه.
فبالنسبه للعجين ديالنا كيف ذكرت في اول فيديو، هاد العجينه حضرت لكم بها حشوه غتلقاوها في القناه وتلقاوها ايضا تظهر لكم في على الشاشه. خديت يعني بقاو لي قطعتين وقطعتين قسمتهم على زوج باش كيعطيوني كميه قليله. الا شفتوا معايا الفيديو السابق كنت شكلت دوائر كانوا انتم عاقلين معايا. خدت كل هذيك القطعه قسمتها على زوج، ممكن تقسموها على ثلاثه وكترحوا الدائره كيف شفتوا معايا رقيقه جدا. وكندهنوا بالزيت وكنقطموها بقطعه او بسكين، قطعه البيتزا من الاحسن كنقطعوها بهذا الشكل هذا يعني واضح. وكنوضعوا الحشوه ديالنا، ممكن تضيفوا لها جبن مبشور، ممكن تخليوها هكذا بدون جبن حسب الرغبه، وكنلفوها بهذه الطريقه هذه كيعطيونا دي سيغار وطريقه سريعه جدا مثل الطريقه السابقه اللي حضرنا يعني بسيطلات بعجين يعني ديال هاد العجين هذا ديال الرغايف اللي كيجي زوين بزاف كيعطي قرمشه وتوراق. كيف شفتوا معايا الطريقه كانت سريعه ايضا. فنفس الطريقه دائما ملي كنلفوا الجوانب كنحاولوا اننا نجبدوهم الا شفنا خاصنا يعني نسرحوا العجينه فكنسرحوها، لان داك القطع يعني في الوسط يقدر يكون سميك، العجين سميك، فهنا كتساعدوا انكم تسرحوا العجينه اكثر وتلفوها. كتبقاو مستمرين حتى كتكملوا الكميه كلها. فانا بالنسبه لي سرحت 4 قطع عطاتني 12 قطعه، واربع قطع ممكن تزيدوا مثلا تقسموهم حتى لست قطع ويعطيكم اكثر باش يعطيكم هكا دي سيغار صغار، لان هادو كبار. هاد لي سيغار اللي درت انا كبار ما شاء الله يشبعوا ولا بغيتو يكونوا اصغر فتزيدوا تقسموا هذوك العجينات تقسموهم يعني الى 6. فمن بعد ما كنكملوا التشكيل ديال لي سيغار ديالنا، هنا خديت بيضه ضفت ليها اي نكهه حبيتو، ممكن خل، ممكن حليب. هنا ضفت الحليب مع النكهه ديال نيوكمام او الصوجا، هنا يبقى لكم الاختيار، ممكن تبلوا يعني كتضيفوا القليل من البابريكا والملح والابزار. كنحركوا نحتاجوا لا شابلور اللي هو الخبز المحمص، اما اللي كتكون محضر في البيت او الجاهز، راه غير كيف كيف. فكنوضعوهم في خليط البيض، دائما كنساعدوا بفرشيط وكنوضعوهم في لا شابلور. ما تحتاجوش انكم توضعوهم في الدقيق في الاول بالنسبه للبنات اللي ممكن تسولني. والجميل في هذه الفطائر انهم كيطيبوا في الفرن كيجيو لذيذين بزاف، ما كيحتاجوش للقلي وكيجيو رائعين. دابا نتكلم لكم على اولا يعني طريقه الاحتفاظ بهم. فبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهم كتحتفظوا بهم بحال هكذا، يعني بدون ما توضعوهم في البيض او في لاشابلور، يعني حتى كتخرجوهم من المجمد كتخليهم يرتاحوا واحد 15 دقيقه، عاد كتعملوا لهم هذه الخطوه هذه وتدخلوهم للفرن. بالنسبه للبنات النساء العاملات كيبغيو يجمدوا، فهذه هي الطريقه. بالنسبه للطهي الفرن كيكون مسخن مدة 10 دقائق على 225 درجة. ملي كندخلوا الفطائر ديالنا كنزلوا الحرارة ل 200 درجة، 200 درجة مئوية، وكندخلوا الفطائر ديالنا دائما لتحت، يعني النار كتكون قريبة يعني من تحت، وحتى كيطيبوا لينا واحد مدة 20 دقيقة كنحسوا بهم انهم طابوا لينا. فممكن هنا كنطلعوا الفطائر ديالنا وممكن نزلوا حتى الحرارة ل 180 الا شفنا الا خفناهم انهم يتحرقوا لينا. وهذه هي النتيجة كيف كتشوفوا معايا. وانا دابا نحلو لكم او نقسمو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيجيو رائعين. ممكن ديروا الجبن، العشاق الجبن ممكن توضعوا اي نوع من الجبن من الداخل، وبطبيعه الحال اي حشوه كتفضلوها، ممكن بالكفته، ممكن بصدر الدجاج. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. انتظروني في شهوه من شهوات هندوشه.
بصحة وراحة، نهاركم برك.